ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ النهاردة جاي اتكلم معاكم عن اخر المستجدات في اخر 48 ساعة في الكرة المصرية عامة. ايه اللي حصل في المدرب الجديد بالنسبة لنادي الزمالك؟ عندنا كذا موضوع النهاردة، منهم ده ومنهم كمان موضوع تويتة كابتن خالد الغندور، وعندنا كمان موضوع عبد الله السعيد، واخيرا غرام الكهرباء. خلينا نبدأ كده نتكلم أول حاجة عن كابتن خلينا نتكلم أول عن مدرب الزمالك الجديد خوان كارلوس. خوان كارلوس المفروض كان يوصل من بدري، بس أنا مش عارف إيه موضوع المطار والطيارات والحاجات دي كلها بالنسبة له اللي كانت عنده مقفولة. بس هو راجل كده المفروض رسمي خلاص وصل نادي الزمالك النهاردة بالليل، أو وصل القاهرة يعني مطار القاهرة النهاردة. فالراجل المفروض هيبدأ ماتش بكرة إن شاء الله، المفروض هيبقى موجود، هيشوف الفرقة وهيمسك المفروض النادي. هما طلبوا منه ان هو المفروض ما يبقاش يعني يمسك الفرقة الماتش بتاع النهاردة بتاع بكرة، لكن هو الراجل قال لا، انا عايز يمسك النادي من اول يوم يجي فيه. فدينا هنشوفه بكرة، هنشوف الراجل هيعمل ايه، ويا رب يكون عامة وصل، لان انا مش ضامن الحوار ده الصراحة. دي اول حاجة. بالنسبة بقى لتويتة كابتن خالد الغندور. كابتن خالد الغندور قال اول امبارح بعد ماتش الاهلي وبيراميدز، طلع قال على طول ان هو يعني بحلم بيك، انا بحلم بيك وفي السوبر مستنيك. فكنت والله حابب اقول له يا كابتن خالد، يعني والله انا مش عارف اقول لك ايه يا كابتن، بس ايه هو مين اللي مستني مين بس، ومين اللي بيقول كده اصلا؟ احنا بالمستوى اللي احنا فيه ده احنا مش مستنيين حد اصلا. يعني احنا بنتمنى ان احنا الدنيا تمشي معانا قبل يوم 5/5. انا مش عارف انت شفت 5/5 ده بعيد، فانت بتتكلم بقلب جامد كده ولا انت بتتكلم ازاي؟ 5/5 ده كلها على بعضها مش هتكمل شهر، حوالي 20 يوم يا كابتن. فيا كابتن خالد والنبي يعني الكلام يبقى معقول، لان الموضوع كده بقى صعب قوي يا كابتن خالد. بتقول اصلا حاجه زي دي ليه وانت شايف ان احنا مستوانا سيء؟ ما كسبناش غير ماتش على فريق زي ما قلنا قبل كده مش قوي جدا، مش فريق اللي هو اللي يخض، فانت تقول انا والله الفرقه بترجع. لا لسه بدري قوي يا كابتن خالد. فانت ازاي يا كابتن خالد يعني تويته مش في محلها؟ هي ملهاش غير معنى واحد، ان انت الراجل اللي عايز تلم شويه بقى متابعات. فبالنسبه لي يا كابتن خالد الموضوع صعب قوي، يعني ان انت تتكلم كده ولا تقول حاجه زي دي. فاتمنى ان انت تراجع نفسك في حاجات زي كده يا كابتن خالد. فمعرفش والله مين مستني مين، بس انا عن نفسي مش هتكلم خالص عن الماتش، لان انا متوقع، انا قلتها قبل كده، اهلي او بيراميدز كان قابلنا في السوبر كده كده ممكن نزعل لو فضلنا على نفس الريتم اللي احنا ماشيين عليه. فلما نشوف الاول اخوان كارلوس هيعمل ايه مع الفرقه، نشوف هل هيبقى فيه جديد ولا هتبقى نفس الموضوع لحد السنه الجايه. فانا مش هتكلم عن الماتش، لان احنا هيبقى شكلنا وحش جدا جدا يا كابتن خالد، وانت اكتر واحد هيبقى شكلك وحش. فخلينا لما نشوف بس الماتش هيروح بينا فين يوم 5/5 ان شاء الله. معانا بقى الموضوع التالت النهارده، هو موضوع عبد الله السعيد. عبد الله السعيد طلع في الاول كل الناس قالت يا جماعه ان هو عنده رباط صليبي، رباط صليبي طبعا بعد الشر وربنا يشفيه ويعافيه من اللي هو فيه، بس الراجل عنده جزع في الرباط الداخلي الركبه، فالراجل ما عندوش رباط صليبي. النهارده طلعوا اتكلموا عن الموضوع ده اداره بيراميدز والجهاز الطبي فيه، فربنا يعينه ويشفيه. حابب بس والله اقول كلمتين بس، سواء اهلاوي سواء زملكاوي سواء اي اسماعيلاوي اي حد يعني يا جماعه، بالنسبه للناس يعني اللي لعب فيها بيراميدز. عبد الله السعيد لعب عندهم يعني في الفتره اللي فاتت. والله يا جماعه هو الراجل في الاول وفي الاخر احنا ما بنتمناش لحد الاذى، يعني الراجل في الاول وفي الاخر هو راجل انسان فاتصاب. ففي ناس هتقعد تقول لك اصل هو برضه هو كان مصمم ان هو، او هو كان قاصد انه يصيب كريم فؤاد في الماتش اللي كان ما بين بيراميدز والاهلي. والله يا جماعه هي دي كلها اقدار، دي وجهه نظري يعني. ربنا سبحانه وتعالى بيسبب الاسباب عشان حاجه تشيل حاجه. فاحنا نقول الحمد لله وقدر الله، وربنا يشفيه ويشفيهم كلهم يا رب. وبرضه الراجل يعني الدليل على اللي انا بتكلم فيه، الراجل اللي اسمه آه، الباك عند بيراميدز، الراجل هو نفسه هو يعني كان داخل في قفشه داخله اسامه، اللي هو الباك اللي اسمه اسامه. الراجل كان داخل هو داخله في قفشه جامده، بس الراجل يعني ربنا كرمه وقفشه يعني عدى على خير، وهو الراجل هو اللي اتصاب. ففي الاول وفي الاخر هو ده نصيب ورزق. هو المفروض محدش فينا يا جماعه يتشفى في حد او يقول عليه حاجه. والله هو في الاول وفي الاخر انسان.
وليه اهله وليه قرايبه وليه صحابه وليه ناس كتير قوي وولاده. فالمفروض محدش فينا يعني يبقى فيه عنده النقطة دي. وربنا يشفيه وكلنا نتمنى له الشفاء، وان شاء الله يرجع بالسلامة. وتقريبا هو يعني اللي انا عرفته ان هو المفروض هيغيب من شهر لشهرين عن الملاعب، ودي حاجة كويسة مش وحشة بالنسبة للرباط الصليبي يعني. فربنا يشفيه ويعافيه، واتمنى كلنا يا جماعة يبقى دي نقطتنا يعني، وده توجهنا عامة في الفكرة دي، ان احنا ما نبقاش دايما بنشمت في حد. اخر حاجة معانا بقى النهاردة يا جماعة سريعا كده هي غرامة الكهرباء. هو الراجل المفروض زي ما قلت لكم ده كان الراجل المفروض يدفع الغرامة يوم 11 او يوم 12، يعني النهاردة اخر حاجة. هو الراجل ما دفعش. فالكلام اللي وصل جديد اللي انا اعرفه يعني، ويا ريت حد يبلغني يقول لي يعني الكلام ده صح ولا غلط، ان انا مش عارف، بس ده اللي انا سمعته من كابتن احمد حسام ميدو، ان الراجل المحامي بتاعه بيماطل شويه على فكره ان هو عايز يعمل استئناف عن على ال على القضيه، ان هو ياجل يعني قرار الدفع او قرار الوقف بتاع كهرباء. فالراجل عنده بحد اقصى كده شهر عقبال ما يجي الكلام لل يعني النادي قصدي للاتحاد، ان الاتحاد نفسه لسه هيشوف في خلال شهر، وبعد خلال شهر هيصدر يعني رأيه في الاستئناف ده هيبقى عامل ازاي. فالمفروض ان الكلام كله هنا هيدور على فكرة ان الراجل بيحاول يماطل بس، لكن في الأول وفي الاخر هو كده كده هيدفع عاجلا ام اجلا. بس هي الفكرة كلها يفضل ان هو من رأيي كان دفع، مادام هو يعني كان الغرامة كلها جاهزة معاه كان دفع بدل الغرامة الجديدة، لان لو نزلت عليه غرامة جديدة التأخير فهو عامة مش هيلعب تاني، وهيتوقف في 6 شهور وهيدفع الفلوس. يعني كان الأول لحد النهاردة لو كان دفع الفلوس ما كانش يعني كان هيتشال عليه ال6 شهور أو ال8 شهور اللي كان هيوقفه. لكن الراجل دلوقتي لو دفع الفلوس بعد النهاردة عامة هيت هيتوقف برضه ال8 شهور، بعد كده يبقى يرجع يكمل لعب. فأنا من رأيي كان دفع الفلوس وخلص نفسه. بس هو الراجل بيعمل بس كل اللي هو بيعمله أصلا دلوقتي إن هو بيماطل ومستني رأي المحكمة تشوف الدنيا هتمشي على ايه. فوالله ربنا يكرمه وربنا يكرمنا والراجل يدفع الفلوس، واحنا محتاجين الفلوس وربنا يكرم. و اشوفوا الشكو على خير ان شاء الله. بكره استنوا مني حلقه جديده تحليل ماتش الزمالك والحرس، وما تنسوش تعملوا لايك وفولو وسبسكرايب. اشوفوا الشكو على خير، يلا سلام.